المنتخب الأردني، ما أحس عندي إحساس راح يودعون البطولة. هم صدفوا انه خسرونا بكاس اسيا وبظلم ومدري ايش، وصعدوا وصاروا وخسروا يعني على الواد، وكملوا اخذوا الكاس. ايه، هم بذاك الوقت نعرفوا يعني صراحة انه نعرفه هم منتخب وهاي وينافس. فتعادلوا معانا بأرضنا، ترى شنا خايفين من الجمهور واللواعيب بيجي يشوفون هالكم، 65,000 يشوفون صياحات وهاي، فاللواعيب خايفين لا يخسرون، خايف، فقالوا خلينا نتعادل، فطلعوا بهالنتيجة. فاحنا حاليا متأهلين. ثاني شي 11 نقطة وانتو 9 نقاط. فاعتقادي انه انتو رجعتوا لمنتخب الصدفة، يعني منتخب القديم. احس شنو يزن، شنو التعمري، شنو مدري، هسه يزن جاب هدف حلو، بس من اكلتوا انتو هدف قمتوا تلعبون ببطء بثقل، يعني لعبكم كان سيء في سيء. تمام. ويعني ما اعرف شلون، يعني والله المنتخب الكويتي عاشت ايدهم، والله العظيم يعني بدعوا، اقسم بالله يعني اذا حكيت الصراحة يعني. وانتوا اكيد شفتوا حتى المنتخب الاردني او جمهور الاردني انه شافوا انه المنتخب الكويتي كان متفوق على المنتخب الاردني. لك هجمات وتسديدات لآخر الدقائق الصراحة يهدفون، يعني شيء مو طبيعي. دا تشوفون انه منتخب الكويت دي ينافس بالعلم، هو يعني مثل ما نقول انه مو صاعد، يعني ما راح يستفاد شيء يعني. فهو لو استغل هاللعب بداية المباراة، يعني انه بداية البطولة كان سوى متصنف الثالث يعني المنتخب الكويتي. بس حرامات. يلا، اللي هو جيل كارثة منتخب الكويت، وعاشت ايدهم لين تعادلوا مع المنتخب الأردني. أري بس أوجه كلمة الشخص بشخص أردني يجي على طول ينزل فيديوهات على العراق ويصنف عليهم يعني ويحكي عليهم، يعني انت هسه من تعادلت واحنا صعدنا فوقكم، صرنا و11 نقطة وانتو 9 نقاط، يعني هسه شي تقول؟ اريد اشوف انه تنزل فيديو انه انت تقول واحنا لان المباريات القادمة مع كوريا، الكوريا اللي ما ترحم نهائي، فهمت؟ فاذا خسرت مع كوريا على الاقل احنا راح نواجه منتخبين يعني نقدر لهم، فاهم؟ من ضمنهم اظن الكويت، فنقدر لهم. فلانه لواعبنا راح يتطورون ومدري ايش وفيصيرون كارثة. اما انت طلع لعبك مع المنتخب الكوري وذا ونوبة فوق بأرض كوريا، تخيل هذا الشيء. لك حبي المنتخب الأردني، أنا اعتقاد حسك راح تودي على بطولة، ما أعرف ليش، ما أعرف يعني، والله سويتوا لنا إنجاز وراح نفوز وين شو ما فزتوا، تعادلتوا. الله، هي مو شماتة طبعا، بس هذا شو سوى، هذا بلد يعني يشجع بغير بلد، فهذا الشيء كارثة. لا، وفوقاتها بكاس آسيا صاروا منتخب يا منتخب صاروا نادي ريال مدريد وبرشلونة والأخ ميسي ونيمار ومدري ايش، وعلينا نفوت ودوق ديق وما فيش، وما يعرفون انه عندنا طارد وهاي بكاس آسيا. هسا يلا نريد نشوفكم هسا، شو ما جاي تبينون يلا الله يساعدكم، يلا هاترك لكم ان شاء الله تعوضوها مع كوريا، ان شاء الله تعوضوها وتفوزون على كوريا بأرضهم.